ازاي كاس العالم يخطف الاضواء من الاستوديوهات بتاعتها. انا يوسف التهامي العمود. من فتره كنت نزلت فيديو عن المحللين اللي نفسنا نخلص منهم، اللي دايما عشان عايزين ياخدوا الترند وخلاص وبيطل علينا بشويه كلام عبثي كده عشان يتسيطوا على حس. ومن فتره ظهر اعلان لواحده من شركات الاتصالات الكبيره والمعروفه، وظهر في الاعلان ده 3 من نجوم التحليل العبثي في مصر: الكابتن رضا عبد العال، الكابتن محمود ابو الدهب، والمذيع اسلام صادق. والعمل العظيم ده كان ناقصهم زميلهم كابتن سمير كمونه. ففي وسط ما الدنيا كلها كانت مسحوله بكاس العالم والماتشات والاجواء والجماهير واللازم منه، الكابتن سمير كمونه شغل مخه وقال انا لازم اخلي الناس تتكلم عليا، فهطلع اقول اي كلام عشان يجي لي اعلانات وابقى زي زمان. فلما السعوديه كسبت الارجنتين في واحده من اكبر المفاجآت اللي حصلت في المونديال، الكابتن سمير كمونه دخل علينا بتصريح بيختزل تاريخ ميسي كله في ماتش السعوديه. ميسي اللي هو واحد من اعظم اللعيبه اللي لمسوا الكوره في تاريخها، الكابتن سمير كمونه بيصنف. قال لك ايه بقى؟ ميسي مش عامل زي زيدان ولا رونالدو الظاهره ولا حتى كريستيانو رونالدو، ان ميسي لعيب محلي. ميسي لعيب ومحلي. كابتن كمونه بيقول ان ميسي اثبت ان هو محلي. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر تصريح عبثي سمعتوه خلال كاس العالم في الاستوديوهات المصريه بتاعتنا.